السلام عليكم. بتواصل حديث مع حضراتكم، والنهاردة بنشوف كتاكيت بيضة عمر 15 يوم، متوسط وزنهم 500 جرام. طبعا الفراخ وزنها متأخر وبتنهج، وفي التهابات في العين، والعين مرغرغة بالمية. بصوا كده الفرخ اهوت عينيه عاملة ازاي، عينيه مدمعة اهيت، والعين متسعة بسبب ان المربي دهوت كان قافل الشباك وما زال قافله، الشباك البحري، والقبل لسه اهوت فاتحين الازاز بتاعه وسايبين الشيش، وكان قافل الباب. الفراخ كان يعني في غاز امونيا عالي جدا جدا، والمكان طبعا كان قبل ما يكون جاف كده، كان المكان الرطوبة فيه عالية جدا. وطبعا يا جماعة الرطوبة لو بتتقاس لابد انها تكون في حدود من 20 ل 30%. وعلشان المكان او يعني نعرف ان الرطوبة شوية او كتير، لما نمسك شوية نشارة كده، يعني لما نمسكها جامد في ايدينا كده نفتح تلاقيها فتحت مع ايدينا. اما لو علقت بمية او فضلت عاملة كرة كده، لا ده تبقى الرطوبة عالية جدا. فطبعا الكتمة، مع ان اللمبات دهيت لمبات 200 واط، اللمبات دهيت بتحرق الاكسجين، وبتطلع غاز اول اكسيد الكربون وغاز ثاني اكسيد الكربون، مع الغازات اللي بتخرج من النشارة او الفرشة تحت الفراخ. الغازات دهيت ما بتلاقيش مخرج تخرج منه، فبالتالي بتعمل العين طبعا حساسة جدا. فالعين الغازات دهيت بتعمل لها حرقان وبتعمل لها التهابات، فتبدأ طبعا مع وجود الأسباب دهيت، القفلان والفرشة وعدم يعني تهوية، بتبدأ الغازات دهيت يعني تأثر على العضو الحساس اللي هو العين. فطبعا يعني حتى هوت طبعا احنا فتحنا هوت القبلي يا دوبك، شلنا عشان احنا بالليل، شلنا فتحنا الازاز وسيبنا النيش، وفتحنا الباب اهوت علشان تدريجي كده نعمل تهوية تدريجي عشان تخرج الغازات. بصوا الفرخة عينيها عاملة ازاي وعمالة تشهق ازاي، بصوا كله ده هو تأثير الفرشة السيئة تحت الفراخ، وكمان مفيش تهوية، عمالة تشهق اهيت وعينيها مقفولة. وطبعا الفراخ بتعطس بسبب برضو المكان وعدم التهوية. فطبعا احنا نزلنا لهم مضاد حيوي، حاجة اسمها لينكومايسين، بتشتغل على البكتيريا السالبة والموجبة. هننزلها بالليل 1 جرام على لتر مية، وهننزل بالنهار مضاد سموم مع تظبيط التهوية. هنفتح بالنهار، مفترض بالليل الفرخ النهاردة يعني 15 يوم، نفتح في البحري بالليل حتى ضلفة من الإزاز دهوت مع الضلفتين بتوع القبلي، وبالنهار نفتح الضلفتين دهمت مع الضلفتين بتوع القبلي. أما الناس اللي هي يعني بتكتم على الفراخ بالشكل دهوت كده، لا ده شكل سيء. بصوا الفرخة عينيها ملتهبة جدا، بصوا العين حمراء ومتسعة بسبب الكتمة والغازات اللي بتخرج من الفرشة ومن مصادر التدفئة، سواء كانت دفاية أو لمبة. فالناس طبعا علشان تحافظ أو خوفها على الفراخ من البرد بتجيب لهم برد من الكتمة المبالغ فيها. فطبعا الفراخ ما شاء الله صحتها كويسة ونوعها كويس، ولكن تأثير اهو، بصوا ده عينيه عاملة ازاي اهو، بصوا يا جماعة اهو، يعني ايه، بصوا العين عاملة ازاي، بصوا العين مرغرغة، العين مرغرغة وملتهبة وعاملة ازاي، بسبب يعني الريحة الوحشة دي فعلا، و يعني مأثرة جدا في الفراخ دهيت. فإن شاء الله هننزل 5 أيام بالليل المضاد الحيوي، وبالنهار مضاد سموم، وإن شاء الله يعني نحافظ على التهوية
والفرشة الجافة علشان الفراخ يبقى وضعهم كويس. طبعا هنبدأ كده نحرك الفراخ عشان تشرب من المية اللي احنا حطينا فيها الدواء. شكرا لحضراتكم، وإن شاء الله نتواصل معكم.